السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. وحشتوني جدا وبقالي فترة كبيرة قوي ما بطلعش وما بتكلمش، ولكن للأسف كل واحد عنده ظروفه، فربنا يكون في عون الجميع. هعمل لكم النهارده تحديث سريع كده عن الذهب وأسعاره وايه اللي مفترض ان هو يحصل في الفترة اللي جاية من وجهة نظري، عشان نبقى كملنا الرحلة الطويلة بتاعتنا اللي يمكن ممتدة دلوقتي قرب ال3 سنين تقريبا في توقعات سعر الذهب. الحاجة اللي حابب اتكلم عليها النهارده في الأول انه الذهب الحمد لله وصل للمستهدف السعري بالنسبة للسعر العالمي، ووصلت سعر أوقية الذهب لحوالي 2680 دولار الأوقية، ودي كانت أعلى قمة وصل لها سعر الذهب في تاريخه. الكلام ده حصل تقريبا من حوالي أسبوعين، وده على ضوء التوترات الجيوسياسية اللي حاصلة في المنطقة اللي عندنا بسبب الكيان المحتل اللي عمال يضرب في الكل ومحدش قادر إن هو يرده، أو محدش أصلا يعني عنده الأهمية إن هو يرده يعني. وبعد 2680 دولار الأوقية السعر بدأ إن هو ينحدر تدريجي ويخش في موجة تصحيح لحد 2600 دولار. الكلام ده استمر تقريبا لمدة أسبوعين، وبعد كده بدأنا نشوف صعود تاني في أسعار الذهب العالمية من التصحيح اللي حصل ده أو بعد انتهاء التصحيح، ووصلنا دلوقتي ل 2650 2660 دولار الأوقية تقريبا. الحمد لله إن الذهب، طبعا أنا مبسوط إن الذهب وصل للمستهدف السعري بتاعي اللي أنا قلته بالنسبة للسعر العالمي، ولكن بالنسبة للسعر المصري فالموضوع لسه قدامه شوية، أو سعر دولار الذهب في مصر الموضوع لسه قدامه شوية، بحيث إن احنا توقعنا إن هو هيطلع في منطقة ما بين ال 55 ل 58 جنيه كبداية، وطبعا ده ليه تفاصيله، ولكن خلينا الأول نتكلم عن السعر العالمي لأن ده الأهم بالنسبة لي. إيه المتوقع بالنسبة لي على الصعيد العالمي أو الوضع العالمي عامة؟ التوترات اللي حاصلة بالنسبة للسياسة والاقتصاد هتأثر ازاي في سعر الذهب في الفترة اللي جاية؟ أولا كده أنا متوقع إن سعر الذهب هيطلع في خلال الفترة دي لحد 2700 دولار للأوقية، يعني بنتكلم تقريبا في 2% زيادة في السعر العالمي، وده ايه انعكس على السعر المحلي اللي هو وصل تقريبا ل 4100 جنيه لجرام الذهب عيار 24، فهيطلع لحوالي 4200 جنيه، يعني زيادة 100 جنيه أو حاجة في الرينج ده لو السعر العالمي وصل في خلال اليومين الجايين لحد 2700 دولار للأوقية الواحدة. طيب ايه المتوقع بالنسبه للسعر العالمي في الفتره اللي جايه في ضوء التوترات الجيوسياسيه والضرب اللي اسرائيل عماله تضربه بكل الاشكال في فلسطين المحتله وفي لبنان؟ ببساطه جدا الموضوع ابسط من البساطه. العالم كله دلوقتي متوقع ان في ضربه هتتم من اسرائيل لايران. تمام، الضربه دي محتاجه ان يكون في طيران حربي يعدي من خلال يا اما البحر الاحمر، يعني مرورا بالخط الساحلي اللي موجود البحر الاحمر وبحر العرب، ثم تخش لايران، او بريا، وده الطريق الاسرع والاسهل، وده هيكون فيه مرور بالاجواء السعوديه يعني. والمفروض انه الدول العربيه بشكل من الاشكال رافضه الموضوع ده في ضوء او في خلفيه ان ايران نفسها هددت انه لا، لو الدول العربيه سواء الاردن او السعوديه سمحت باستخدام مجالها الجوي انه احنا هنضربها ضربات مؤلمه في منشاتها النفطيه. ايا كان النتيجه النهائيه انه اسرائيل عندها مشكله في موضوع الضربه ده، لانه هيكون في رد ايراني مباشر لو حصلت ضربه على ايران، والرد الايراني ده هيكون باستخدام صواريخ باليستيه موجوده في نطاق حزب الله في حته اسمها الخاصره الرخوه. الخاصره الرخوه دي هي اول 5 ل 7 كيلو ما بين شمال اسرائيل وجنوب لبنان، فلو ايران اتضربت في اي وقت الصواريخ هتيجي بشكل سريع جدا في الاغلب من الخاصره الرخوه من لبنان مش من ايران نفسها، ناهيك عن قدره يعني ايران على ان هي ترد على اسرائيل. التفاصيل دي كلها ما تهمكش قوي، ولكن اللي يهمك انه في منظومه دفاع صاروخي اسرائيل طلبتها من امريكا وهتوصل في خلال ايام، وهيوصل معاها 100 جندي امريكي. الجنود دول هم اللي هيقوموا بتشغيل المنظومه دي. المفروض المنظومه دي اقوى في مواجهه الصواريخ الباليستيه الايرانيه عشان ما يحصلش نسبه الاختراق اللي هي 35%، انه لما ايران بعتت 200 صاروخ او ضربت 200 صاروخ عدى منهم حوالي 35% من منظومه الدفاع الجوي اللي هي القبه الحديديه وحاجه اسمها تقريبا منظومه داوود. دول منظومتين الموجودين في مقلاع داوود او منظومه داوود، المنظومتين الاقوياء اللي موجودين في الدفاعات الجويه الاسرائيليه. فتلاشيا لان اسرائيل لما تضرب وتيجي تتضرب ما تقدرش ترد، فهي هتجيب الاول منظومه دفاع صاروخيه ثم تبدا ان هي تعمل الضربه بتاعتها، اللي في الاغلب هتكون يا اما في مجمعات صواريخ يا اما في منشات نفطيه ايرانيه، ومش هتكون في منشات نوويه، او ده اعتقادي يعني من قراياتي في الموضوع. الكلام ده كله هياخدنا لايه؟ هياخدنا ان احنا سعر الذهب اللي انا كنت مفترض السنه دي ان هو هيطلع لحد 2700 دولار الاوقيه، جت الظروف في صالحه اللي هي التوترات الجيوسياسيه ودعمته اكتر ان هو يتجه بشكل متسارع لمناطق اعلى من كده. فخلينا مقترنين كده بحاجه، احنا طالعين ل 2700 دولار للاوقيه، وده معناه زياده 2% في سعر الذهب هنا في مصر. تمام، ناهيك عن سعر الدولار الذهب نفسه، خليه ده على جنب.
فانت معاك 2% زياده، دول هيجوا في خلال كام يوم، كام اسبوع، في خلال كام يوم، اسبوع، اسبوعين. اعتقد ان ده هيكون قريب. كسر منطقه ال 2700 دولار الاوقيه، واللي واضح عندي فنيا في الشارت بتاع الذهب او الرسم البياني للذهب، الواضح ان هي شكلها هتحصل قبل حتى ما الخبر الحقيقي بتاع الضربه الاسرائيليه لايران يجي. الشكل ده واضح ان هو هيحصل. فخلي الكسر ده مقرون بحاجه، مقرون الكسر ده بفكره انه اسرائيل تضرب ايران. يعني لو اسرائيل في اي لحظه قررت ان هي تضرب ايران، اعتقد ان سعر الذهب هيتسارع جدا ويطلع فوق 2700 دولار بشكل كبير. هل هيوصل ل 3000 دولار مباشره؟ لا، ولكن اذا استمرت التوترات الاقليميه وبدات ايران ان هي ترد، وبدات تبقى حرب متعدده الاطراف، بدات الميليشيات اللي موجوده في العراق تخش في الحرب الموجوده في لبنان، ساحه لبنان تشتعل اكتر واكتر، فده كفيل ان هو يرفع الذهب تدريجيا على مدار الثلاث اربع شهور اللي جايين، وتحديدا لحد شهر فبراير او مارس 2025، ودي دايما اللي بيكون فيها قمه الذهب. ده كفيل ان هو يرفع الذهب واحده واحده ل 3000 دولار. وهنا انا بقول ان الذهب هيطلع بسبب التوترات الجيوسياسيه، عشان خاطر مقدار الطلب والعرض على الذهب من البنوك المركزيه ما هوش متسارع قوي زي ما كان حاصل في بدايه السنه، تمام؟ ولكن هو متوازن، يعني نقدر نقول ان العرض والطلب على الذهب متوازن وما هوش متسارع، ولكن هيتسارع جدا اذا اسرائيل قررت ان هي تضرب في اي لحظه، والضربه دي كانت قويه وايران قررت ان هي ترد. فخلي عندك كده ايه الحاجز بتاعك، الضربه الاسرائيليه لايران. اذا ما ايران اتضربت من اسرائيل في اي وقت، توقع ان الذهب هيكسر 2700 دولار الاوقيه وياخد حركته بالتدريج لحد 3000 دولار. لو احنا افترضنا ان هو هيوصل ل 3000 دولار، انا هفترض يعني ان هو هيوصلها متاخر شويه، ما اقدرش اقول لك ان هو هيوصلها في خلال السنه دي، حتى لو هو هيوصلها السنه دي، لان ده معناه ان انا بكون متفائل شويه للناس اللي انا بقول لهم استثمروا في الذهب او خلوا الذهب معاكم. ولكن اقدر اقول لك ان ممكن نفترض ان هو هيكون في منطقه وسطيه، يعني ممكن يقفل السنه دي على 2800 2850 اذا حصلت الضربه. لو ما حصلتش الضربه يبقى انا توقعاتي زي ما هي، احنا عند 2700 دولار لحين ما نستوضح الرؤيه ونوضح، يعني نستوضح ايه اللي هيحصل في الحرب دي. لان لو الحرب انتهت، الذهب مش هيتسارع بالشكل اللي احنا بنقول عليه. فاحنا دلوقتي عندنا ارتفاع مشروط بالضربه او باتساع رقعه الحرب في اقليم الشرق الاوسط بتاعنا، تمام؟ نيجي لسعر دولار الذهب في مصر، ايه اللي المفروض ان هو يحصل فيه؟ سعر دولار الذهب في مصر المفروض انه يوصل لمنطقه ما بين 55 ل 58 جنيه كمرحله اولى. دي المقاومه الحديديه اللي صعب جدا ان هو يكسرها، ولو كسرها هيبتدي ان هو يطير بقى ل 63 جنيه، 72، 86، ارقام مرعبه. الحاجه اللي موقفه الموضوع ده انه ببساطه جدا احنا منعنا الاستيراد في كتير قوي من المنتجات اللي هي اللي احنا بنشوف ان هي منتجات ترفيهيه، او النظام او الحكومه يعني قررت ان هي تعمل ده كنوع من ترشيد النفقات. وجزء كبير قوي من الدولارات اللي جات لنا من الصفقه بتاعت راس الحكمه راحت لسداد خدمات الدين والدين نفسه، الدين والفوائد بتاعته. طيب الفتره اللي جايه مرهونه بايه؟ برضه مرهونه بحاجات معينه. في صفقات ممكن تتعمل يتباع فيها مناطق زي منطقه زي مناطق في البحر الاحمر. الصفقات دي لو اتعملت هتجيب مبالغ او دخل كبير قوي بالدولار للاقتصاد المصري، والكلام ده كفيل ان هو يدينا فتره من الاستقرار النسبي في سعر الدولار قصاد الجنيه. انا هنا بتكلم بشكل محايد تماما. الفتره دي ممكن تقعد من 6 شهور لسنه كمان، تمام؟ بحيث ان احنا نقدر نسدد الدين وخدمات الدين. لكن هل ده هينعكس على الاقتصاد الكلي بشكل ما؟ ما نقدرش نقول ان هو هينعكس بالشكل الكبير، ولكن على الاقل هيخلي الامور مستقره في الوضع اللي هي فيه. ليه انا بقول كده؟ ببساطه جدا لان سياسه الحكومه دلوقتي ان هي ترشد النفقات توجهها ناحيه خدمات الدين واعباء الدين، والجزء الثاني يروح لكبار المستثمرين اللي بيستوردوا السلع المهمه والضروريه. هل ده صح؟ صح في الاوقات الصعبه بشكل ما، ولكن غلط في اتجاه تاني، ان جزء كبير جدا من حركه الاستيراد والتصدير بتقف، فده بيعمل حاله من الركود في الاقتصاد ككل. وحاله الركود دي بتؤدي لضعف في السوق المصري ككل، يعني ضعف في حركه البيع والشراء وفي قطاعات كتيره جدا. ولكن ما نقدرش نقول غير ان هو ده الوضع القائم. فما عندناش حلول كتيره في اللحظه دي غير فكره ان احنا برضو نتجه للتصنيع ويكون عندنا المنتج الخاص بتاعنا. اتمنى ان احنا نشوف ده في الفتره اللي جايه، ولكن ده تصوري للموضوع، ان احنا السعر الدولار هيفضل مستقر اذا قدرنا ان يكون في صفقات تانية، وده هيخلي سعر الدولار يثبت لفتره اطول، ممكن تمتد ل6 شهور لسنه كمان تحت ال50 جنيه. اما اذا ما تمش صفقات فاحنا هنطلع بسرعه لحد 55 ل 58 جنيه. طيب خلاصه الكلام ده كله ايه عشان خاطر ما اطولش عليك؟
خلاص الكلام ده يا سيدي باختصار ان احنا طالعين ل 2700 دولار الاوقيه في خلال الايام اللي جايه، وده معناه 2%. ضيف عليها شرط ان حصل فالدهب هيتحرك واحده واحده تدريجي لحد 3000 دولار الاوقيه، والكلام ده هياخد وقت، هياخد 5 شهور على الاقل في تصوري انا لحد مارس السنه الجديده، ده لو الحرب اتسعت. طبعا لو الحرب اتسعت بشكل متسارع ممكن الدهب يوصل ل 3000 قبل نهايه السنه، ولكن خلينا منطقيين وخلينا ما نفترضش ان الدهب ده حاجه بتطلع بسرعه. الدهب ده بياخد وقت شهور واحيانا سنين عشان خاطر يطلع، ده غير ان هو اصلا عامل قمم تاريخيه جديده. فلو احنا افترضنا ان الدهب هيطلع لحد مثلا 2850 دولار الاوقيه على نهايه السنه، فاحنا بنتكلم في حوالي 7% 8% زياده في سعر جرام الدهب عيار 24. يعني هيطلع من 4100 جنيه لحوالي 4300 جنيه، 4400 جنيه. ده لو السعر الدولار الدهب في مصر فضل عن 48 جنيه زي ما هو. طب لو سعر دولار الدهب اتحرك وطلع ل 55 جنيه، احنا بنتكلم في 10% اضافيين كمان هيتحطوا على سعر الذهب، ونتكلم انه احنا هنطلع دلوقتي 5000 جنيه او 4800 جنيه لحد 5000 جنيه لعيار الذهب، لجرام الذهب عيار 24. يبقى انت بتتكلم في نسبه حوالي 7% في السعر العالمي و10% في السعر المحلي. ال 7% في السعر العالمي اقرب ان هي تتحقق، ال 10% مش واضحه، وهتبان من تحركات الحكومه الفتره اللي جايه. هل في صفقات هتدخل دولارات اكتر ولا هنفضل في نفس المشكله؟ هل الاعباء هتزيد علينا؟ هل لو وقعت الحرب اتسعت ودي هتبقى مصيبه كبيره، هيبقى مدخولاتنا الدولاريه هتقل اكتر واكتر، سواء من التصدير سواء من قناه السويس، هيحصل ضغط كبير جدا على الدولار، فهنطلع في الاغلب ال 10% اللي هو من 48 جنيه 55 جنيه، فاحنا بنتكلم في تقريبا 17% زياده في سعر الذهب. هنتكلم ان هنكون متحفظين شويه ونقول 10% ل 15% كحد اقصى. فلو اتكلمنا ان في 10% في زياده في سعر الذهب في خلال الثلاث اربع شهور اللي جايين دول لحد شهر 2 مثلا 2024، يعني بنتكلم سعر الذهب هيطلع من 4100 جنيه ل 4500 جنيه. خلينا نثبت عند النقطه دي، ما نحاولش نحدث، ما نحاولش نكون متفائلين زياده او متشائمين زياده لحد ما نستوضح الاحداث هيحصل فيها ايه. ولكن انا حبيت اطلع اعمل لكم تحديثات عشان خاطر ناس كتيره سالتني، وفي الاخر انت سيد قرارك. لو عندك حاجه تجيب لك اكبر من الدخل ده في خلال الاربع للخمس شهور اللي جايين، اتوكل على الله واعملها. لو حاجه انت عارفها وعندك خبره فيها اتحرك فيها. فعشان السؤال ده دايما بيتسال كتير قوي في التعليقات. لو ما عندكش حاجه يبقى خليك في الذهب لحين اشعار اخر، وايه وربنا يبارك لك في فلوسك. بس كده. انا مبسوط جدا ان انا كلمتكم النهارده. لو تقدروا تدعوا لاخواتنا في شمال غزه، وحابب انوه ان هو يعني الناس دي هناك في خطه بتتعمل انه شمال غزه وتحديدا مخيم جباليا يتحاصر بشكل كامل، ويتم تجويع اكتر من 300 الف بني ادم عشان خاطر الناس دي تضطر ان هي تتحرك من الموت الى الموت عشان خاطر بس يخلوا المنطقه دي ويعملوا سياج عازل. سياج العازل ده يخليهم ياخدوا تلت قطاع غزه، ويبقى ايه بيحاولوا يحموا مخيمات او يحموا المستوطنات الغلاف اللي حوالين القطاع غزه. قال يعني كده يعني بيحموها. فالله كريم، ربنا يكون في عون اخواتنا، وربنا يفوقنا يعني من اللي احنا فيه، لان احنا كلنا احنا ما فيش يعني مفيش اي حاجه خالص، احنا ضايعين. ربنا يفوقنا، ربنا لهم يعني. وبس كده. اتمنى تكونوا بخير، وشكرا جزيلا لكم لو كملتوا لحد هنا. السلام عليكم.